اهلا بيكم في اول فيديو في سلسلة تعليم بلندر للمبتدئين. السلسلة دي هدفها من ان هي تاخدك في بلندر من اول ما تبدأ خالص تفتح السوفت وير لحد ما تبقى متمكن في بلندر. الهدف من السلسلة هي ان تعرف ناس كتير على بلندر، سواء الناس دي عمرها ما فتحت بلندر قبل كده، فتحت بلندر مرة مرتين بس لسه مش فاهمه قوي، او بقالك شوية في بلندر وعايز تحسن مهاراتك فيه او تبقى احسن. الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها هتبقى من خلال بروجيكتس اكتر ما هو اي حاجة. يعني احنا هنتعلم الاساسيات الاول كذا فيديو، وبعد كده هنعمل بروجكت صغير عشان نقدر يعني ايه نبتدي نطبق اللي اتعلمناه. يعني مش مهم بالنسبة لي ان احنا نبقى عارفين اماكن كل حاجة، ايه فايدتها لو انا مش عارف ازاي اطبقها اصلا. فتعالوا نبدأ. ما فيش حاجة معينة أنا عايزكم تعملوها قبل ما تبدأوا، ولا تفتحوا ولا تنزلوا حاجة، لا بلندر بس وخلاص. هي المفروض يبقى معاك بلندر. أنا هعمل لكم حاجة إن أنتوا ممكن لو بصيتوا تحت على الشمال هتلاقوا إن أنا كل ما أدوس على حاجة، آخر حاجة بدوس عليها بتظهر على الشاشة. فدي حاجة إيه، برضو عشان تشوفوا أنا بدوس على إيه بحرك إيه وكده. وتعالوا نبدأ. اول حاجه بنبص عليها في بلندر، يعني ده المنظر اللي بيقابلنا اول ما نخش. آه، يعني المنظر ده ايه اصلا، ودول ايه، وكل ده ايه عباره عن ايه، ده كل ده هنفهمه واحده واحده. بس في الاول محتاجين نفهم اهم حاجه في بلندر واهم حاجه في 3 دي سوفت وير، اللي هي 3 دي فيو بورت. الفيو بورت اللي هو ده، اللي هو بخش بلاقي ان في عندي سبيس كبيره فيها كل الحاجات ال 3 دي بتاعتي. دي اول حاجه بتقابلني. فازاي بتحرك في 3 دي فيو بورت وازاي بتحرك في بلندر عامه؟ نبدا بالماوس الاول. الماوس هتلاقي ان فيه 3 زراير. الزرار اللي في النص بيساعدني ان انا ازوم ان وازوم اوت، اللي هو السكرول. هتلاقي كل ما احركه قدام احركه ورا هتلاقيه بيزوم ان بيزوم اوت. لو انا فضلت دايس على الزرار ده، دوست عليه واتحركت، هتلاقيني اقدر اروتيت حوالين الشكل بتاعي. انا دلوقتي دايس، هتلاقي بصوا ميدل بutton كليك. الزرار في النص انا دايس عليه، مش بحركه قدام وورا، لا كليك. وانا دايس اقعد الف. طيب قول مثلا ان انا عندي الشكل ده، ما تفكر يعني ما تركزوش في اللي انا هعمله دلوقتي، يعني كل ده انا هتكلم فيه بعدين. بس عندي شكل المفروض في حته هنا، بس هو مش شايفه دلوقتي. هل انا محتاج اقعد اعمل كده وازوم ان وازوم اوت؟ عشان طب انا عايز اشتغل عليه، عايز اشتغل عليه وهو هناك، اعمل ايه؟ باجي كده زي ما انا اقدر اتحرك بالزرار اللي في النص، بدوس شيفت وانا دايس الزرار اللي في النص بقعد اتحرك. شيفت وانا دايس الزرار في النص اقعد اتحرك لحد ما اوصل لايه، للشكل بتاعي. فالزرار اللي في النص هو حاجه اساسيه في ان انا اتحرك جوه ال 3 دي سبيس دي. سواء ان انا ازوم ان ازوم اوت، اروتيت حوالين الاوبجكت بتاعي، او ان انا وانا دايس شيفت احرك يمين وشمال على طول قدام وهكذا. طيب انا هديليت المربع اللي انا عملته. طيب ده بالنسبه للحركه. طب بالنسبه انا عايز اختار حاجه معينه عايز اختارها. الاختيار هيبقى بالزرار الشمال، ليفت ماوس بutton. لو انا دوست على اي حاجه من الحاجات اللي موجوده عندي هتلاقيها موجوده شغاله معايا. لو انا دوست على اي حاجه من المنيوز دي، ليفت كليك ليفت كليك، هتلاقيهم بيفتحوا. فليفت كليك هو الزرار الاساسي ان انا ابتدي اختار الحاجات عشان اعمل عليها اللي انا بقى عايز اعمله. طيب ده بالنسبه للحركه وبالنسبه للاختيار. طيب قبل ما نبتدي نتكلم اكتر في ازاي نحرك الاوبجكت وازاي نطلعه ونروتيت ونسكيل وكل الكلام ده، محتاجين نفهم ايه اللي قدامي ده اصلا، ايه كل الحاجات دي، وايه اللي انا هستخدمه وايه اللي مش هستخدمه. عشان في ناس كتير قوي بتفتح بلندر وبتبقى خايفه من كتر الحاجات اللي موجوده، ومش عارفه ايه اللي انا المفروض استخدمه وما استخدموش. فتعالوا نعدي على كل حاجه من دول ونشوف انا هستخدم ايه. اول حاجه اللاين اللي فوق ده، يعني ايه، المنيو اللي فوق دي. المنيو اللي فوق دي هتلاقي ان انا عندي حاجه اسمها فايل اقدر منه افتح يعني بروجكت جديد من خلال جنرال. ممكن ابتدي اسيف منه، السيفنج هتلاقيه كله هنا. ففايل مهم جدا في يعني ان انا من الاخر ببدا خلاص البروجكت بتاعي. طب انا محتاج ابداه من هنا، اسيف من هنا، عايز امبورت. بمعنى ايه؟ احيانا كتير قوي هتشتغل مع مثلا كلاينت، هتشتغل مع حد تاني فريلانسر تاني، او انت عايز تفريلانس شغال ب 3 دي سوفت وير تاني. طب ما هو يبعت لك ازاي؟ يبعت لك من خلال فورماتس زي دي، او بي جي، اف بي اكس، دي اي، اللي هي كولادا. فاحنا نقدر من خلال فايل نكسبورت
ونimport الحاجات دي. مش مهم قوي نعرفها دلوقتي، بس انا عايزكم تعرفوا ان هي موجوده. edit من خلاله نقدر نفتح preferences دي هنستخدمها كتير لما نيجي نتكلم على الادونز بالذات. هتلاقي هنا الادونز دي هنبتدي نتكلم عليها برضو. ورندر طبعا ان احنا نرندر الشوت بتاعتنا. لو انا باصص في كاميرا اقدر ارندر من خلال الرندر. ويندو مش هنستخدمها، هيلب مش هنستخدمها. طيب ايه كل الحاجات دي؟ كل الحاجات دي بكل سهوله هي اللي بيسموها بريسيتس، او بلندر عامل لك كذا مود تقدر تبص منه على طرق مختلفه، بطرق مختلفه. على يعني كل ما تدوس على حاجه، ده مثلا دي احسن حاجه ممكن تعملها لانيميشن عشان عندك تايم لاين تحت، عندك 3 دي هنا و3 دي هنا، عندك مثلا ريندرنج. طب ما انا هفتح لك ريندرنج منيو، جيومتري نودز اهو جيومتري يفتحوا لك. بس دول بقى انا مش عايزكم تقربوا منهم خالص خالص. خليه دايما لاي اوت. ليه؟ عشان انت دايما اللي هتعمل الشكل بتاعك. هتلاقي ان انت قدام شويه هعلمكم ازاي تحركوا ده وتجيبوا ده كده، ونطلع التايم لاين ونغير المكان ده عشان توصل لاحسن يعني سيتنج بالنسبه لك لما تيجي تشتغل. فانا مش عايزكم تفكروا في الحته دي فوق خالص، ما كانها مش موجوده. طيب طبعا نبتدي بقى نتكلم في المنيوز الكبيره. ايه الحاجات الكبيره بقى دي اللي انا شايفها دي؟ انا شايف ان كل منيو من دول، كل مربع او مستطيل في الحاله اللي تحت دي اللي هي تايم لاين، او المستطيل ده او المربع ده، فوق على الشمال في كل واحد فيهم عندي حاجه صغيره كده، مربع صغير شايفينه ده اهو. وكل مربع ليه ايكون معينه. فانا لما اجي ابص كده على الايكون دي اسمها 3 دي فيو بورت. فدي اسمها 3 دي فيو بورت، فانا ممكن اغير لو دوست عليه اقدر اغير لاي واحده من دول. يعني هتلاقي هنا مثلا عندي اسمها اوتلاينر، فانا لو جيت هنا ورحت للاوتلاينر هتلاقي ده قلب اوتلاينر. انا مش عايز اقلب كده دلوقتي، انا بس بعرفكم ان دي الحته دي هي اللي بنغير بيها ما بين المنيوز المختلفه. يعني دي منيو الاساسيه واهم واحده هنتعرف عليها هي 3 دي فيو بورت، هنسيبها زي ما هي كده دلوقتي. طيب عندنا المنيو الثانيه المهمه قوي الاوتلاينر. لو حد اشتغل مع فوتوشوب او الستريتور قبل كده، الاوتلاينر هتلاقي فيه كل الحاجات اللي موجوده جوه السين، اللي هو ايه، هنا في كاميرا، في مربع، وفي النور، هتلاقيهم الثلاثه موجودين اهم. فاي حاجه بنعملها، لو انا مثلا عملت مثلا هنا يو في سفير، سيبكم من اللي انا بعمله، ما تركز، انا كل ده هعلمكم ازاي تعملوه. هتلاقي السفير ظهر هنا. فالاوتلاينر يفضل، انا عايزكم دايما يفضل فوق على اليمين، ما تلعبوش في مكانه. اللي برضو المكان اللي ما تلعبوش في مكانه خالص هو المنيو دي اللي هي بروبرتيز فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا، وهنعدي عليها واحده واحده عشان نشرحها بشكل اكبر. بس نبقوا عارفين ان دي اللي هيبقى فيها معظم السيتنجز اللي احنا شغالين بيها. سيتنجز ليها علاقه بالريندرنج، سيتنجز ليها علاقه بالريندر بتاعنا هيطلع ريزولوشن قد ايه، سيتنجز ليها علاقه طيب الانيميشن نفسه فيها كام سامبل اللي هي الكواليتي بتاعت الانيميشن مثلا، الورلد بتاعي، النور بتاع العالم هيبقى عامل ازاي، التكستشرز، الشيدرز، الموديفايرز، كل حاجه موجوده هنا. فهنفضل سايبينها هنا، وهنتعرف في الفيديو الجاي على كل واحد من دول بيعمل ايه. انا بس عايزكم تعرفوا المنيوز الاساسيه الاول. طيب ايه كمان؟ تايم لاين. عندي هنا تحت تايم لاين، حاجه اسمها تايم لاين. التايم لاين ده عباره عن ايه؟ عباره عن لو انا باجي اعمل انيميشن هستخدم التايم لاين ده بشكل اساسي ان انا احرك الحاجات من خلاله. هنتعرف برضو على الانيميشن بس مش دلوقتي، انا بس عايزكم تعرفوا مكان كل حاجه فين والحاجات اللي هنستخدمها. انا مش عايز اتعلم حاجه انا مش هستخدمها في اي وقت قريب. طيب عايز اعمل منيوز تانية، يعني دول مثلا بالنسبه لي مش كفايه، عايز اعمل منيوز تانية. بعمل كده ازاي؟ في اي منيو من دول انا رحت فوق على اليمين هتلاقي الماوس بتاعي بقى عامل زي علامه بلس كده، علامه زائد. فلو دوست عليها وجريت هيعمل لي الشكل ده. فانا اقدر من خلال المنظر ده ان انا ادوس هنا فوق واحرك اغير اللي انا عايزه. اجي هنا مثلا افتح ايمج اديتور. ايمج اديتور بنستخدمه في ايه؟ بستخدمه انا شخصيا بستخدمه عشان احط فيه صور استخدمها كريفرنس وانا شغال، فتبقى جنبي على اليمين كده انا شغال وانا بستخدم. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا يو في اديتور، نفس شكل الايمج اديتور، بس الفرق بينه وبين الايمج اديتور ان احنا بنستخدم اليو في اديتور في ان احنا نشتغل على التكستشرز. اي 3 دي موديل عباره عن وشوش، عندي وش اهو، عندي وش اهو، عندي وش فوق، وش تحت، كل وش من دول. فدلوقتي لو انا دوست تاب اللي هو هخش اديت مود، وهنتكلم على اديت مود واوبجكت مود متقلقوش، بس لو دخلت هتلاقي ان الوشوش الستة موجودين هنا.
فانا لو عندي صوره محطوطه هنا هتلاقي ان كل حته واقفه على وش، فالتكشر فالمنظر ده هيساعدني في ان انا وانا بحرك الصوره او احرك الوشوش نفسها التكشر يبقى يتظبط. موضوع ممكن يبقى معقد هنتكلم فيه بعدين. انا عايزكم كل هدف الفيديو ده تعرفوا اماكن كل حاجه فين. طيب في ايه كمان عندنا؟ كومبوزيتور مش هنستخدمه دلوقتي، تكستشر نود اديتور مش هنستخدمه دلوقتي، جيومتري نودز. جيومتري نودز هو حاجه بلندر عاملها من قريب ان هو يستخدم حاجات اقوى في موضوع البارتيكلز. في بارتيكلز تانية بس بيستخدم اكتر حاجات ليها علاقه بسيميوليشن بارتيكلز وحاجات بروسيجرال بمعنى ايه؟ انا مش محتاج اقعد اموديل حته حته، لا انا ممكن ادي للجهاز او البلندر زي ايكويجن واقول له اعمل لي شكل معين بالايكويجن دي. هنتكلم عن الموضوع ده برضه. طيب عندي ايه كمان؟ عندي حاجه اسمها شيدر اديتور. شيدر اديتور ده التكستشرز. بلندر بيعتمد على نظام نودز، شايفين النود دي؟ فانا كل ما اعمل نود هنقعد نوصل نودز كتيره في بعض عشان نطلع التكستشر اللي احنا عايزينه. فده ايه؟ الشيدر اديتور. هنستخدمه كتير جدا. فيديو سيكونسر مش هنستخدمه، موفي كليب اديتور مش هنستخدمه، دوب شيت مش هنستخدمها دلوقتي، تايم لاين اللي هو موجود هنا تحت بنستخدمه للانيميشن، جراف اديتور هنستخدمه برضو لما نيجي نشتغل على الانيميشن. برضو هقول لكم عباره عن ايه، بس ابقوا عارفين ان هو مساعد للتايم لاين ومساعد لما نيجي نشتغل على الانيميشن. درايفرز مش هنشتغل عليها، نون لينير انيميشن ولا تكست اديتور ولا بايثون كود ده مش هنستخدمه. اللي هنستخدمه من هنا هو اوتلاينر وبروبرتيز اللي هم موجودين هنا وهيفضلوا هنا على طول، هنفضل حاطينهم هنا. فده بالنسبه للمنيوز، بالنسبه لكل حاجه شايفينها قدامنا. الحاجات اللي انا قلت هنستخدمها، الحاجات مش هستخدمها بمعنى ما تدوش نفسك بمعلومات يعني ولا هتنفعك ولا هتضرك، هي موجوده وخلاص. استخدم اللي هنعمل بيه حاجه. والمهم جدا نفتكره في السلسله ديت هي ان مفيش حاجه هنتعلمها الا ما هنوظفها. احنا هنعمل بروجكت من اوله لاخره جوه الكذا فيديو اللي جايين، يعني هو هتبقى طويله شويه بس عايزين نتعلم. وده بالنسبه لاول فيديو. اعرفوا اماكن كل حاجه فين، عايزكم تفتحوا وتغيروا وتجربوا وتعودوا على الحركه. اتعود على الحركه، اقعد لف، اقعد شيفت وحرك وهكذا. وده بالنسبه ايه لاول فيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعده.